اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده بقى ان شاء الله مع بعض هنعمل عيش تحفة. عيش كده يا جماعة من الزمن الجميل، بيفكرنا بزمان وايام زمان وطفولتنا الجميلة اللي ما كانش فيها نوتيلا، ما كانش فيها كل الصوصات الغريبة والعجيبة بتاعت الايام دي. عيش تحفة، هو طعمه يا جماعة شبه البتاو. عارفين البتاو اللي كان بيجيلنا زمان قوي؟ من اهلنا وحبايبنا في البلد لما يجوا يجيبوا لنا بتاو، ده عيش ده زيه وشبهه، طعمه قريب جدا منه. هنرجع شوية كده بالزمن لأيام زمان وأيام فرن الطين والبتاو والعيش الفلاحي والحاجات الفلاحي الجميلة دي اللي اتحرمنا منها دلوقتي. وهنعمل للولاد سندوتشات تحفة منه، جبنة بالخيار كده، ونبعد بقى شوية عن النوتيلا والحاجات الغريبة بتاعت الأيام دي. محضرة نص كيلو دقيق، اي دقيق عندك متعدد الاغراض او دقيق مخبوزات مش مشكلة. معلقة كبيرة سكر، شوية ملح يعني مثلا ربع معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة بيكنج باودر. انا حاطة نص معلقة بيكنج باودر بس. وكوباية لبن رايب. لبن رايب ده انا مشتريتوش، انا براوبه في البيت. طب براوبه ازاي؟ بجيب نص كيلو لبن واحطه في برام فخار واغطيه واسيبه في الفرن، محركوش من مكانه لحد تاني يوم بتلاقيه راب، من غير اي مجهود ولا اي حاجه خالص. معلش انا ما صورتلكوش مشهد اللبن الرايب، نسيت اصورهولكم. هو كل الحكايه ان انا جبت نص كيلو لبن جاموسي من اللبان، فضيته في برام فخار وغطيته وسبته في فرن البوتاجاز. ما جيتش ناحيته ولا حركته خالص لحد تاني يوم، كان رابه بقى زي الفل معايا وجاهز معايا. ضفت كوبايه لبن رايب وابتديت اعجن كده لحد ما العجينه ابتدت تلم معايا. بعد كده نزلت بنص كوبايه سمنه. في الوصفه دي ما ينفعش تحطي زيت، هو لازم سمنه. نزلت بنص كوبايه سمنه وفضلت الم كده في العجينه واعجن فيها لحد ما اتلمت معايا بسهوله جدا، ما خدتش وقت خالص. على فكره وانتي بتعجنيها اصلا ريحتها خطيره، ريحه العجينه بس وانتي بتعجنيها كده تحسي بريحه الخير وريحه الزمن الجميل. يا ريت كان عندي فرن طين والله العظيم، يا ريت كان عندي فرن مبني بالطين وانا كنت اعمل فيه. بس طبعا الحاجات دي ما بقتش موجوده دلوقتي، عندنا الحاجات الحديثه بقى والفرن الكهرباء. المهم مش عايزه اطول عليكم يعني في الفيديو. عجنتها كويس جدا وابتديت اقطعها كده لقطع متساويه الحجم عشان كل الارغفه تبقى في الاخر زي بعض. انا عملتها 80 جرام، انتي اعمليها على قد مثلا الطماطميه الكبيره شويه. هقطعهم كلهم كده واكورهم بالشكل ده واغطيهم واسيبهم يرتاحوا مثلا 30 دقيقة علشان لما اجي افردهم يبقى فردهم سهل عليا. بس سبتهم شوية وجيت افردهم، يعني ما خدتش وقت مني خالص وانا بتتفرد بكل سهولة عشان سبتها ترتاح شوية. طبعا هو العيش ده مفهوش خميرة وهو سريع جدا، مفهوش اي خميرة، هو مش رشة البيكنج باودر دي بس بتديله هشاشة كده. فما خدش مني وقت خالص، وحتى التسوية ما خدتش مني اكتر من ربع ساعة على النار. تجيبي بقى طاسة او صينية او جريل تكون ما بتلزقش وتسخنيها كويس جدا جدا جدا. لازم تكون سخنة، يعني انا مسخنة الصينية دي ربع ساعة على النار، والنار تكون عالية. وهبتدي اسوي الارغفة كده واحد واحد، وانت بتسويه كده هتشمي ريحة تحفة كده. على فكرة عجب الولاد جدا، انا كنت اول مرة اعمله بالطريقة دي وعجبهم جدا الحمد لله. وقالوا اعملوا لنا منه سندوتشات الصبح في المدرسة، جبنة بيض اي حاجة يعني، كله ماشي كله شغال. حلاوة، الناس اللي بتدي لاولادها نوتيلا الصبح ده مش صحي خالص يا جماعة، على فكرة مش صحي خالص. النوتيلا والحاجات دي مليانة زيوت وحاجات ما يعلم بها الا ربنا. نرجع لفطرتنا ونرجع لطبيعتنا بقى يا جماعة، نرجع لطبيعتنا بقى ونأكل ولادنا أكل من البيت، أكل نضيف وأكل صحي معلوش محسنات خبز، معلوش زيوت مهدرجة والحاجات الغريبة اللي بنشوفها الأيام دي. المهم يعني ان انتي تفضلي تقلبي فيه كده لحد ما ياخد اللون التحفة من فوق ومن تحت، بياخدش وقت خالص. هتلاقي نفسك مخلصة النص كيلو ده، الكمية دي كلها في اقل يعني ربع ساعة بالظبط بتكوني مخلصاه. طري وهش وطعمه تحفة وريحته خطيرة. اعملي منه سندوتشات لولاد الصبح وهم رايحين المدرسة. في العشاء هينفع لو عندك شوية عسل كده اسود بطحينة، شوية عسل ابيض، حتة قشطة، حاجة كده تحفة يا جماعة.